ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن شريك الحياة. شريك الحياة تحسها كده كلمة جميلة كده، وفي نفس الوقت تحسوها عميقة قوي. ربنا سبحانه وتعالى وصف العلاقة الزوجية وصف جميل، ميثاقا غليظا، وقال في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. يعني ايه؟ وصف كده العلاقة ان هي علاقة قوية قوي، مفيش مثيل ليها على وجه الأرض ما بين الزوج والزوجة. علاقة كده فيها سكينة كده، وفيها مودة، وفيها رحمة، وفيها أمان، فيها احترام، وفيها استقرار. ومن هنا نقدر نتكلم إن الحياة عبارة عن شراكة ما بين طرفين، حد بيشاركني كل تفاصيل حياتي، ومش شرط احنا الاتنين متوفرين 24 ساعة مع بعض. احنا بنفكر في بعض، بنحلم مع بعض، بنزعل مع بعض، بنقدر بعض في غياب بعض. انا بعمل حساب اللي قدامي، برغم ان هو مش متواجد معايا، بتصرف في الموقف الفلاني بالشكل المعين عشان عارف ان الطرف التاني لو موجود وتصرفت عكس كده هيتضايق. وده طبعا ليكوا انتوا الاتنين، سواء البنت او الولد. كمان ما بينهم تفاهم، ما بينهم احترام، ما بينهم احتواء. كل ده مهم. ما بينهم كمان أهداف مشتركة وقيم مشتركة. ومن هنا نقدر نقول ان احنا الاتنين كده بقينا صحاب. فصحاب متجوزين بمعنى، يعني بمعنى ان احنا الاتنين كل طرف فيهم شايف اللي الطرف التاني مش شايفه في نفسه. ان انا شايف كمان في الطرف التاني عيوب، بس انا حاببها، انا حابب الطرف التاني بكل حاجة فيه، كل تفاصيل حياته. انا حبك زي ما انت. انا مش جاي اسيطر عليك في العلاقة دي، انا مش عدو ليك، انا مش جايه بعد عليك اخطائك والنفس اللي انت بتتنفسه. بالعكس، انا جايه ازود رصيدي عندك. يعني ايه؟ يعني كل موقف صغير انا بعمله بثبت له فيه ان هو قد ايه بالنسبه لي شريك حياه بمعنى الكلمه. زي ما اتكلمنا من شويه، يعني ايه شريك حياه؟ كل ما رصيدي بيزيد بالكلمه، بالموقف، باهتمامي، باحتوائي، باحترامي. كل ده بان انا كمان وقفتي معاه في كل موقف كان فيه شدة، كنت جدع قد ايه. ومن هنا نقدر نقول ان الحياة فعلا عبارة عن شراكة ما بينهم هما الاتنين. طيب، الشراكة دي لو احنا الاتنين علاقتنا، طبعا كل ده حاصل فيها، فكده علاقتنا احنا الاتنين كويسة ببعض جدا. احنا الاتنين مستمتعين جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض، مش زهقانين من بعض، مش زي ما بيحصل في بيوتنا. كل بيت لو دخلت فيه هتحس ان كل راجل زهقان من مراته. لو رحت في اي حتة تعرف ان دول متجوزين، مش اتنين مرتبطين ولا اتنين مخطوبين. مفيش الكلام ده، بتعرفهم من الاخر تشوفوا تعرفوا على طول. لا، ده دول اتنين متجوزين وش. يعني بقى ناسين ده بالهم، بقى مش ناسينها، هما دول باينين ان هما متجوزين، مش مستمتعين بالوقت اللي بيقضوه مع بعض خالص. خلينا نرجع تاني لنفس النقطة، ان الاتنين بتلاقيهم مستمتعين جدا بالوقت اللي بيقضوه مع بعض، بيجري بسرعة رهيبة. الاتنين بيتجننوا مع بعض. بنقدر نفضفض مع بعض، مش خايفين من بعض، بنتكلم بكل ارتياحية مع بعض، لاننا صحاب ولاننا شركة في الحياة دي. الشراكة ما بيني وما بين الطرف التاني، وده اجمل ما في الدنيا، شريك الحياة. ميرسي.